السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. في هذا الفيديو سنعرض لكم أهم المسلسلات اليمنية التي تستعرض لهذا العام في رمضان. باختصار شاهدوا الفيديو للنهاية. المسلسل الأول مسلسل النكف والذي سيعرض على قناة المسيرة. راسها بانج على هواء البقعة كلها تختفي، حتى المصايب تقلبها على راسها. عاد شي ينزل الشيبة هذا ادخل بينكم هكذا تصايحوا، عيب عليكم عيب، عاد انتم اخوة. الله للحق خير، الله يتولى عقابهم، كان الله يشيلك عنه. اي ما بسمعي خبر غير هذا الخبر، يعني ما قصدك ولا شيء، ضحك مثل ما ضحكت انتي بالضبط. ايوه انا وادي ما حد حقني هذه انت. يا راية العز من خير الوطن رفرفي ما تصبحي في سنين الجود. المسلسل الثاني المسلسل الغدني مسلسل حافة نار والذي سيعرض على قناة الغد المشرق. فرحان ومسرور. ليش هكذا تسوي يا ابني؟ نفدلك ليش دي المزايا ده كله؟ يا ابني تعامل مع اللي الطبيعي ولا كأنه في حاجة، ليش تشككهم؟ ايوه محمد يوسف، ايش مقترحاتك؟ أنا معي صفقة بتخلصهم من كل القضايا. متي شي متي؟ منين خرجتي؟ ان شاء الله تموت انت واخوك وابوك وجماعتك واهلك وعمامك واخوالك بساعة واحدة كلكم. أشد ما تبكيش على شد قاع رجال يا أشد. المسلسل الثالث مسلسل الغالية والذي سيعرض على قناة يمن شباب. شقع مقع اليوم العالية ترتكض وتتبرطع وبيع كل الناس بعيونه. اشتاق لاسم راعي للشيخ ينصفك، لك سنين وانت تدور تاخذ حقك. مسلسل الغالية الذي سيعرض هذا العام في رمضان سيكون من بطولة الفنان عامر البوصي الذي اشتهر بشخصية الفندم بيرب من مسلسل هميات. بطولة الفنانة أشواق علي التي اشتهرت مؤخرا بمسلسل ربيع المخاء بمشاركة اليوتيوبرز فواز التاكلي، وأيضا من بطولة الفنانة منى الأصبحي وآخرون من نجوم الدراما اليمنية ونجوم المسلسل السابق مسلسل ربيع المخاء من إنتاج شركة الجند، وسيعرض هذا العام على قناة يمن شباب، كما هو أيضا من إخراج المخرج وليد العلفي مخرج مسلسل الدلال ومسلسل هفة وأيضا مسلسل ربيع المخاء، وأيضا المسلسل الرابع مسلسل أرزاق والذي سيعرض على قناة يمن شباب. مسلسل أرزاق من بطولة الفنان صلاح الوافي وأيضا الفنان فهد القرني بعد غياب طويل لم يلتقي به الفنان صلاح الوافي، وأيضا الفنان سمير قحطان والفنانة شيماء محمد وأيضا الفنان حسن الجماعي. مسلسل أرزاق سيعرض هذا العام 2023 في شهر رمضان المبارك على قناة يمن شباب. المسلسل الخامس مسلسل خارج التغطية والذي سيعرض على قناة السعيدة. مسلسل خارج التغطية بما أنه البديل لمسلسل تكتيك فمن المؤكد أنه سيجمع بين الكوميديا والأكشن والدراما اليمنية. دعونا الآن نتعرف على أبطال مسلسل خارج التغطية. مسلسل خارج التغطية سيكون من بطولة الفنان صلاح الوافي، أيضا من بطولة الفنان توفيق الماخذي الذي اشتهر مؤخرا بمسلسل تكتيك، وأيضا من بطولة الفنان عصام القديمي الذي اشتهر مؤخرا بشخصية مطلوب في مسلسل حاولاوي، وأيضا من بطولة الفنانة أمل إسماعيل، ومن المحتمل انضمام الفنان قيس السماوي أحد أبطال مسلسل تكتيك، وأبطال آخرون من أبطال المسلسل السابق.
المسلسل سيكون من إخراج المخرج محمد فاروق الغصيني، مخرج مسلسل تكتيك. المسلسل سيكون من إنتاج قناة الصعيدة وسيعرض على قناة الصعيدة. المسلسل السادس مسلسل الغراب والذي سيعرض على قناة اليمن. تشاهدون في رمضان مسلسل الأكشن والدراما اليمنية، مسلسل الغراب البديل لمسلسل باقة ورد. مش تنساناش. الهدف تمسكوه حي. عشان انقذكم يا اغبياء. مسلسل الغراب سيكون من بطولة الفنان نبيل حزام، وأيضا الفنان يحيى إبراهيم، وأيضا الفنان عبد الله يحيى إبراهيم، وأيضا الفنان إبراهيم العزبلي، والفنانة فتحية إبراهيم، وآخرون من أبطال المسلسل السابق مسلسل باقة ورد. مسلسل الغراب سيعرض هذا العام في شهر رمضان المبارك على قناة اليمن، القناة التي اختفت في السنوات السابقة والتي ظهرت في السنة السابقة بمسلسل باقة ورد، وستظهر هذا العام بمسلسل الغراب. من المتوقع تغيير اسم المسلسل لأن هناك مسلسل آخر يحمل نفس هذا الاسم وهو مسلسل تركي. المسلسل السابع مسلسل الكوميديا، مسلسل دكان جميلة. مسلسل دكان جميلة الذي سيعرض لهذا العام على قناة البهرية. مسلسل الكوميديا والذي تم تصويره في جمهورية مصر القاهرة، سيكون من بطولة نجمي الكوميديا الفنان محمد قحطان والفنان نبيل الأنسي، وأيضا الفنانة سالي حمادة، ومن بطولة أيضا الفنانة هديل مانع التي اشتهرت مؤخرا بمسلسل ربيع المخاء، وأيضا الفنانة رغد المالكي والفنان حسن الجماعي وغيرهم من نجوم الدراما اليمنية. المسلسل من إخراج المخرج المصري مخرج مسلسل عيال المرحوم المخرج معتز حسام، من إنتاج شركة النبيل لصاحبها خالد المرولة. المسلسل سيكون للكاتب والسيناريو محمد صالح الحبيشي، كاتب مسلسل مع ورور ومسلسل كيني ميني والعديد من المسلسلات اليمنية. المسلسل الثامن المسلسل الإذاعي مسلسل الظل الأسود. المسلسل الإذاعي مسلسل الظل الأسود والذي سيعرض على إذاعة الندى للإعلان والإنتاج الفني، والذي سيكون بطولة الفنان نبيل حزام.